اهلا بيك. احنا يعني سمعنا من شويه جانب من كلام ابونا ايوب يوسف، وكنا عايزين نعرف بما انه حضرتك احد المهتمين بهذا الملف واستطعت دخول هذه القريه وشاهدت بعينيك، وكان ابونا ايوب يوسف بيقول الحقوقيين بيصدعونا وما بيعملوش حاجه. قلت له بصراحه هو ما فيش في ايديهم غير ان هم يعرفوا وينشروا ويتكلموا، ولكن الجهاز التنفيذي قاعد سكتم بكتم. فمهم ان احنا نعرف برضو شهادتك. تمام. هو انا بس يوسف عاوز يعني اتكلم في حاجتين، الحاجه الاولى عن دلجه، والحاجه الثانيه المرتبطه بيها عن نمط العنف المرتبط باستضعاف الأقباط من حوادث خطف او اعتداءات على بيوت وممتلكات او ما او فرض اتاوات، او ده كله ممكن يخش تحت بند الجزيه او خلافه. بالنسبه للدلجه انا دخلتها رحت يوم الاثنين 26/8. كان الوضع صعب جدا، وكان القوات الامن حاولت قبلها ما عرفتش. ودخلنا طبعا الشوارع كلها مكتوب عبارات عليها دينيه، يعني صبغه دينيه اسلاميه، ودخلنا طبعا الكنيسه اللي كانت باينه على الشاشه من شويه. طبعا في عبارات شتيمه في المسيحيه وفي البابا توادرس وفي المسيحيه، لكن المفزع حجم البيوت اللي بره هي ما ظهرتش في التقرير اللي تم طرد الناس منها وسرقتها وكتابه عليها اسماء، والاعتداءات اللي صاحبتها، وقد ايه اهالينا اللي هناك مرعوبين وخايفين وفي حاله رعب، ومش عارفين حتى هم مستقبلهم شكله ازاي وهيكملوا في حياتهم ازاي. اللي حصل في دلجه ده انا عاوز بس افكر طبعا ليه هو واخد زاد مع 30/6. هو بدأ في 30/6 بموجة الاعتداءات بالاعتداء على مبنى السيس يعقوب ومجموعة من المسيحيين، واتطور في 14/8 وما تلاها من أيام. لكن أنا بس عشان المناصفة أتكلم عن نقطتين فيما يخص الاعتداءات على فرض اتاوات او جزيه على الاقباط. الملف ده موجود وكتر قوي، مش من 30/6 بس، لا هو كان من 25 يناير، زاد من بعد 25 يناير وارتبط بالفراغ الامني والدلع اللي هو بتقوم بيه الشرطه وعدم قيامها بدورها، وفكره ان هي الناس مستضعفه الاقباط ما لهمش ظهر، لا الحكومه بتتحرك ولا الشرطه بتتحرك ولا لهم حد مسؤول كبير قوي يزق الناس او يحرك اجهزه الدوله عشان تتعامل مع نوعيه الاعتداءات اللي بتحصل. انت حضرتك لو بصيت في محافظه زي هنا بس، حوادث خطف اللي حصلت فيها ما يزيد عن 45 حاله، معظمهم من الاقباط، ومعظمهم اتدفع فيه اتاوات عشان يرجعوا. لو ما اتدفعش يعني بعض النماذج خدت صوره الخطف زي في قنا وسوهاج، وامبارح او الاسبوع اللي فات يمكن حضرتك سمعت عن عماد لطفي، ده عضو هيئه عليا في حزب مصر الديمقراطي في اسيوط، وطلب منه اتاوه، ولما رفض يدفع الاتاوه تم قتله هو وابن عمه. والمخزي والمحزن لان ده نموذج متقرب في معظم الحوادث، ان عماد بيته يبعد كيلومتر واحد عن مركز ساحل اسم شرطه ساحل سليم. اسم الشرطه اتصلوا بيه قبلها واديله خبر، جاء بعد الحادثه ب3 ساعات. ده هو اللي قدرت تعمله الشرطه في الحادثه. فاحنا في نمط الاعتداءات اللي حصلت اللي هي الاعتداءات على البيوت والمساكن اتفاقم بعد 14/8، لكن هو كان من قبل كده. وحتى في منطقه دجله قريه دلجه نفسها دي كان جنبها منطقه اسمها البدرمان. تعبنا، اتمررنا، انا بقول لك بجد اتمررنا، واحنا ناخد الاهالي وهم يروحوا يقدموا بلاغات للنائب العام في مكتبه، ويروح النائب العام يحاول والمجلس القومي لحقوق الانسان وتحول الشكاوى للمنيا، ويروحوا المنيا عشان هم على علاقه من كانوا يقومون بالبلطجه في الوقت ده على علاقه بالامن، فالامن قبل ما يروحوا يقبضوا عليهم تروح لهم اخباريات فيهربوا. قصه ماساه عاشها اهالي البدرمان والمناطق اللي حواليها، هم قريه جنب دجله، يعني دجله مش بعيد عنها. فده اذا كنا بنقول بالتاكيد في مسؤوليه على الخطاب التحريض اللي حصل من منصه رابعه ومنتديات حزب الحريه والعداله وانصارهم، محاوله استخدام التفسير المتطرف في الدين، ده كله مفهوم، بس يبقى اين دور الدوله؟ اين دور الشرطه؟ ليه الشرطه تتهاون في نوعيه القضايا اللي زي ده؟
وزي ما بقول لحضرتك المشكله ده نموذج يعني واضح وموجود، لكن ده منتشر في مناطق كتير، منتشر في المنيا ومنتشر في اسيوط ومنتشر في سوهاج، ان الناس مش قادره تامن على حياتها، ان هو ممكن يا تتخطف يا حد يجي في بيتها يقول لها اطلعي وهاتي فلوس، او حتى من السخريات الجديده الانماط الجديده اللي يجي يقولوا انا هوفر لك حمايه بس تدفع تكاليفها 10000 جنيه في الشهر وخلافه من الاشكال اللي بتاخدها فرض الاتوات. تمام. انا عايز اشكرك جدا استاذ اسحاق ابراهيم، الباحث المبادره المصريه للحقوق